راجل كل الناس كانت فاكراه مات وشبع موت، بس بيرجع فجأة زي الكابوس في نص جنازة أبوه. بيرجع عشان يورث حتة أرض شكلها ملوش لازمة قوي، لكنها في الحقيقة كنز استراتيجي ومفتاح سري بيتحكم في مسار الحرب بين إنجلترا وأمريكا. وعشان كده الراجل ده بيلاقي نفسه واقف بطوله في وش أشرس وأقوى كيان في العالم. بيعرضوا عليه كنوز الدنيا عشان يبيع حتة الأرض دي، لكنه بيرفض. فلما بيرفض بيبعتوله قتلة مأجورين وجواسيس وبيحاولوا يلفقوله تهمة خيانة عظمى عشان يخلصوا منه. لكنهم ما يعرفوش إنهم بيلعبوا مع شيطان متجسد في هيئة بني آدم، راجل بيتقال عليه ساحر ما بيرحمش وبيخلص على أي حد يفكر يقرب له. فيا ترى هيقدر يقف لوحده قدام إمبراطورية كاملة ودول؟ وإيه السر المرعب اللي ورا الأرض دي بالذات؟ ولا يقدر في الآخر إن هو ينفذ خطته ويهرب من الموت اللي بيطارده من كل حتة؟ ده اللي هنعرفه في ملخص مسلسل النهارده. أنا محمود، ويلا نبدأ الملخص. بيبدأ المسلسل في عصر قديم شويتين، وحاليا بنكون في إحدى المدن الإنجليزية. في الوقت ده بيكون في جنازة متجهة للكنيسة، وبعد مدة الجنازة دي بتوصل بالفعل للكنيسة. والعلم دي جنازة شخص عجوز اسمه ديليني. بيكون حاضر في الجنازة دي بنته وجوزها وبس. والمفاجأة إن في وسط الجنازة بيدخل جيمس، وجيمس يا صديقي يبقى ابن ديليني، وكان مختفي حرفيا لسنين طويلة جدا في البحر، وعاش فترة طويلة في قارة أفريقية محدش يعرف عنها أي حاجة لغاية دلوقتي. وعشان كده لما رجع ودخل الجنازة كل الموجودين اتصدموا وما بقوش مصدقين نفسهم، لأنهم كانوا فاكرين إنه ميت أصلا. المهم، جيمس بيخش بيقعد وبيحضر مراسم الجنازة والدفن. وبعد ما كل حاجة بتخلص أخته وجوزها جم اتكلموا معاه شوية. ساعتها أخته عرفته إنها كانت بتستعر من أبوها آخر فترة. فجيمس بيتضايق جدا من كلامها ده وبياخد بعضه وبيمشي. بيقابل بقى في السكة المحامي بتاع أبوه سويت. فسويت سأله: عرفت إزاي إن أبوك مات؟ فجيمس قال له إنه لما عرف إنه مريض ركب مركب على طول وجاله، ما كانش يعرف إنه مات غير لما وصل. فسويت صدمه على فكرة وقال له: على فكرة والدك ما كانش تعبان تعب جسدي، لا ده كان نفسي، هو اتجنن حرفيا. وكان دايما بيكلم نفسه في الشارع، وكان بيقول للناس إنك عايش وبيتواصل معاك بشكل مستمر. جيمس يا صديقي زعل، والكلام ده أثر فيه حبتين تلاتة، وسأله عاوز ايه بالظبط. فسويت عرفه ان ابوه سايب وصية، والمفاجأة ان هو الوارث الوحيد للوصية دي، واخته مش مذكورة فيها نهائيا. ومش كده وبس، سويت عرفه كمان ان ابوه ساب له قبل ما يموت قطعة ارض اخدها من قبيلة نوتكا، قبيلة كده. وقطعة الارض دي موقعها الجغرافي مهم جدا جدا، وهي نقطة ضعف بريطانيا، لان لو امريكا عاوزة تستهدف بريطانيا هتستهدف قطعة الارض دي. يعني من الاخر كده ابوه ساب له ارض، بس الارض دي عليها مشاكل ملهاش نهاية، والكل عاوزها سواء بريطانيا او امريكا. سويت في اللحظه دي عرض على جيمس ان هو يخلص منها ويبيعها، لكن جيمس رفض رفض قاطع وقال له: دي ارضي اللي سايبها لي ابويا، وسابه ومشى. سويت وقتها مشى هو التاني واخد بعضه وراح بقى مقر شركه الهند الشرقيه. ودي على فكره شركه متخصصه في التجاره وغيرها، وتقدر تقول ان الشركه دي هي المتحكمه في كل حاجه بتحصل في بريطانيا حاليا. فسويت راح لرئيس الشركة اللي اسمه سترينج وعرفه إن جيمس ابن ديليني رجع النهاردة. وعلى فكرة سترينج والمساعدين بتوعه كانوا عارفين كل حاجة عن جيمس، زي إن جيمس وهو طفل كان عنده 11 سنة اتجند في الشركة بتاعتهم، وفضل مجند في السفن بتاعت الشركة لحد ما بقى عريف. وطول فترة خدمته كان عريف استثنائي، وما جاش زيه قبل كده، كان قائد بمعنى الكلمة. وبعد بقى ما قضى فترته في الشركة حاول إن هو يجند ناس تانية زيه عشان يبحروا معاه للهند، لأنه كان مهووس بشكل مش طبيعي بتجميع الكنوز والبحث عنها. وفي النهاية راح أفريقيا ومحدش عارف بالظبط إيه اللي حصل هناك. فبس بكده نكون عرفنا برضو احنا كمان شوية معلومات عن جيمس. وحاليا بقى سترينج رئيس الشركة واللي معاه بيكونوا متضايقين جدا انه رجع، وده لانهم كانوا متفقين مع اخته يا صديقي وجوزها انهم يشتروا منهم قطعة الارض دي اللي هيكونوا ورثوها. بس لما هو رجع كل حاجة باظت. دلوقتي بقى مطلوب منهم انهم يشوفوا حل للموضوع. فنسيبهم يفكروا كده مع نفسهم، ونروح دلوقتي لجيمس اللي كان لسه واصل بيت ابوه. وهو ما دخل البيت الخادم بريس شافه وما كانش مصدق، وطار من الفرحه لما شافه وراح اترمى في حضن جيمس لانه بيعتبره زي ابنه بالظبط. وجيمس على فكره بيحبه جدا، وهو الشخص الوحيد اللي بيثق فيه في المدينه كلها. فبيقعدوا بقى هما الاتنين يتكلموا مع بعض شويه. في الأثناء دي جيمس ذكر له قطعة الأرض بتاعت أبوه اللي اشتراها من قبيلة نوتكا، وقال له إن أمه كانت من القبيلة دي أصلا. فبريس اتصدم لأنه كان فاكر إن جيمس ما يعرفش أصل أمه منين، وسأله: أنت عرفت منين المعلومة دي؟ فجيمس قال له: لما أبويا كان بيكلم نفسه كنت أنا بقدر أسمعه، وهو اللي قال لي كل حاجة. والعلم يا صديقي هو في إشاعة منتشرة بين الناس حاليا
ان جيمس ساحر واتعلم السحر في افريقيا، ومش موضوعنا دلوقتي، بس انا حبيت اقول لك لانه ممكن عادي جدا يكون كذاب والحاجات دي عرفها يعني بالسحر والشعوذه وكده. عموما يعني ابليس ما اقتنعش قوي بالكلام ده، وقال له ابوك في اخر فتره كان بيتكلم بلغه غريبه. بعدها نصحه هو التاني ان هو يخلص من الارض دي تماما عشان المشاكل بتاعتها، وعرفوا كمان ان شركه الهند الشرقيه كانوا دايما بيحاولوا يتواصلوا مع ابوه عشان يشتروها منه، وهيموتوا عشان يشتروها باي طريقه، لكنه كان دايما رافض. جيمس وقتها عرفه ان هو التاني مش هيبيع الارض، فبريس فضل ساكت لانه عارف ان في مشاكل جايه. تاني يوم جيمس اخد بعضه وراح المرسى بتاع السفن، لان هناك في مبنى بتاع ابوه. لكنه يعني اول ما وصل هناك ليه ان المبنى اصلا في ست اسمها هيلجا بتستخدمه حاليا في شغلها، وبتستنفع منه طول المده اللي كان مقفول فيها. جيمس طلب منها انها تاخد بعضها هي وكل اللي معاها ويمشوا، فقربت منه وبدات تهدده بانها هتقتله. فجيمس اتجنن عليها ورعبها وقال لها هقتلك، وقبل ما هقتلك هقطع رجليكي ودراعاتك الاتنين. بعدها عرفها انه هيرجع هنا بعد ساعتين، وساعتها لازم يلاقيها مشيت من هنا والا هينفذ وعده، وبيمشي بعدها من سكات. في نفس اليوم بقى بالليل جيمس بيخلي ناس ينبشوا قبر ابوه، وبياخدوا بقى صديق الجثه يسلموها للطبيب الشرعي عشان يشرحها بحيث يعني يعرفوا سبب الوفاه. وبالفعل الطبيب بيبدا بقى يعمل التشريح بتاعه، وجيمس بيكون واقف بره مستنيه يخلص. العبره بقى ان في الوقت ده جيمس بيفضل يتخيل حاجات غريبه ومش مفهومه، بيتخيل نفسه بيتكلم مع جثث ومع شخص اسود مرعب، وبيفضل كده فتره لحد ما الطبيب بينادي عليه وبيقطع حبل افكاره. الطبيب بيندم عليه لانه خلص التشريح، والصدمه انه عرفه ان جيمس ابوه مات مسموم، وكان بياخد جرعات كبيره من السم اخر فتره وعلى مدار فتره لغايه ما مات، والسم ده هو اللي تسبب في الاول في جنونه بعدها موته. جيمس يا صديقي عارف ان كده في حد كان بيخطط لقتل ابوه وقتله على مدار فتره، فبيدي الطبيب فلوسه وبيمسكوا يخنوه عشان يرجع يدفن ابوه من تاني، وما يقولش لاي حد اي حاجه عن اللي عرفه، وبيسيبه مرعوب كده بعد ما تهدد وبيمشي. تاني يوم سترينج يا صديقي بيبعت لجيمس عشان يعني يروح يقابله في مقر الشركة الهندية. فجيمس مش بيضيع وقت وبيروح مقر الشركة، وأول ما بيوصل بيلاقي سترينج والمساعدين بتوعه بيستقبلوه أحسن استقبال، مش حبا فيه، لا لا عشان مصلحتهم بس. المهم إن الكلام ده ما أكلش مع جيمس، وقال لهم أنا مش بحب النفاق، هاتوا من الآخر عاوزين إيه. واحد من المساعدين دخل في الحوار على طول وقال له قطعة الأرض بتاعتك هي عبارة عن نقطة ارتباط بين حكومة بريطانيا وبين الأمريكان، وحاليا في حرب شغاله بيننا احنا والامريكان، فلما الحرب تخلص والامريكان يرسموا الحدود هيطمعوا في الارض دي. فجيمس قال لهم ايوه عارف جدا، وعارف برضو ان الحكومه بتحاول تعمل محادثات سلام سريه عشان يرسموا الحدود الامريكيه الكنديه، والمفاجاه ان لو ده حصل اللي هيكون مالك لقطعه الارض بتاعتي هيمتلك جزيره فانكوفر كلها، والجزيره دي مهمه لانها مدخل الصين، عشان كده انتوا عاوزينها باي طريقه. عارفين يا صديقي سترينج وشه احمر من الصدمه، لان دي كانت معلومه سريه. ازاي جيمس اصلا عارفها؟ وحس كده يا صديقي انه هيخسر خلاص الاتفاق، فخلى واحد من مساعدينه يدي ظرف مليان فلوس لجيمس مقابل قطعه الارض. فجيمس زعق لهم وقال لهم مفيش بيع، ومرضيش يا صديقي يفتح حتى الظرف، واخد بعضه ومشى وسابهم طبعا وهم هيموتوا من الغضب. ومن شده الغضب سترينج اعتبر جيمس تهديد حقيقي ليه ولازم يتخلص منه. في المجمل لما جيمس مشى ركب حصانه وفضل ماشي بيه مدة لحد ما وصل لمكان كده في نص الغابة. ساعتها نزل من الحصان وبدأ يحفر في الأرض، وفضل يحفر كده مدة لحد ما طلع كيس، وأخد الكيس ده ومشى. بعد مدة رجع البيت عند بريس، وادى لبريس مسدس كده عشان يعني يحمي نفسه. فبريس استغربه لكنه يعني أخد المسدس من سكات. بعدها جيمس سأله أبوه كان بياكل منين ومين يعني اللي كان بيجيب له الأكل. فقال له أبوك كان عايش على العسل، كنت بشتري العسل من شخص كده عايش في فيزرلين لانه كان بيبيعه بارخص سعر. فجيمس ساله الشخص ده فين بالظبط، فبريس عرفه انه مات من مده. جيمس اتضايق يا صديقي وطلب من بريس ان هو يمشي من وشه، فبريس سمع الكلام ومشى. اول ما مشى جيمس خرج بقى الكيس اللي كان في جيبه، والكيس ده حرفيا كان مليان الماس. فخرج بقى 3 قطع الماس وشال بقى يا صديقي الكيس وحطه في صندوق وقفل عليه بالمفتاح. بعد فتره بقى في المدينه كان في مزاد شغال على سفينة تجارية، المزاد بيبدأ ب 610 يورو. وصدقني يا صديقي الرقم ده كان كبير جدا في الحقبة الزمنية دي. عموما يعني كل تاجر في الوقت ده كان بيزود على التاني، والسعر بيفضل يعلى ويعلى ويعلى لحد ما بيوصل ل 700 يورو. وخلاص كانت هتتباع السفينة، بس جيمس دخل فجأة المزاد وعرض 800.
كل الموجودين اتصدموا من الرقم ومحدش قدر يزود، وجيمس حرفيا كسب المزاد في دخله. ومش كده بس، ده كتب السفينه وسجلها على انها سفينه تابعه لشركه ديليني نوتكا التجاريه. العبره هنا ان كان في واحد من مساعدين سترينج كان موجود واتجنن من اللي جيمس دخل فجاه وعمله كده، وقام ماشي على طول ورجع المقر بتاع الشركه وعرف سترينج بكل اللي حصل. وحرفيا صديق سترينج كان بيغلي من الغضب وفضل يزعق زي المجنون. بس عامة في نفس اليوم ده بقى بالليل كان جيمس ماشي في المرسى، ففي بنت اسمها وينتر دي المفروض انها شغالة مع هيلجا. فجيمس المهم يعني سألها عاوزة ايه منه، فعرفته ان هيلجا ادت لشخص عنده سن فضي معلومات عنه عشان الشخص ده يخلص عليك، وساعتها هترجع تاخد المبنى من تاني. جيمس وقتها طلب منها تقول له اي تفاصيل تانية عن الشخص ده، فوينتر كتر الف خيرها قالت له تعالى ورايا وانا هعرفك السفينة بتاعته موجودة فين. فجيمس قال لها تمام، وركبوا هما الاتنين قارب صغير كده، وجيمس فضل ماشي زي ما وينتر كانت بتقول له. وفي اثناء ما هم ماشيين وينتر قالت له ان نفسها تخرج من انجلترا وتروح تعيش في امريكا، وطلبت منه انه يوعدها انه هيوديها امريكا يوما ما. فجيمس وعدها بكده. بعد فتره من الابحار وصلوا بالفعل للسفينه اللي المفروض فيها الشخص اللي هيلجا ادت له المعلومات. فعلى طول جيمس نزل من القارب ونط في الميه وخد عوم لحد ما طلع على السفينه وبدا يدور فيها على الشخص ده، لكن ما لقيش اي حاجه حرفيا. فجيمس قال لك مش هضيع اكيد كل اللي انا عملته ده على الفاضي، وراح جاي مولع في السفينة كلها ونط منها ورجع ركب القارب من تاني ومشى. تاني يوم جيمس راح قابل هيلجا في المكان الجديد اللي هي بقت ساكنة فيه، وقرب منها وصدمها وقال لها أنا قابلت وينتر بنتك، وأنا عرفت إنها بنتك لأن عندها نفس عيونك حرفيا. هيلجا صديقة من الصدمة معرفتش ترد الصراحة، فجيمس طلب منها إنها تقول له فين الشخص اللي هي قالت له على المعلومات. فغلطت يا صديقي وقالت له تقصد مالوي. فجيمس ابتسم وشكرها واخد بعضه ومشى لأنه عارف الاسم. لما مشى بقى اخد بعضه وطلع على المينا واستلم السفينه اللي اشتراها خلاص من المزاد. والعبره هنا انه بعدها دخل السفينه وقلع هدومه وبقى حرفيا يا صديقي بلا اي هدوم تماما سلبوته، وقعد يتكلم بقى ويعمل طقوس سحريه، وبدا بقى يفتكر شويه ذكريات من ايام زمان لما كان محبوس على سفينه بتاعت عبيد. والمفروض ان السفينه دي غرقت، وهنعرف هي غرقت ازاي قدام وايه حكايتها بالظبط. ولكن المهم يعني ان جيمس لما خلص الطقوس الغريبه اللي بيعملها حاليا وهو سلبوته فضل نايم في السفينة زي ما هو لتاني يوم. وأول بقى ما النهار طلع راح المستشفى اللي موجودة في المدينة وبدأ يسأل عن شخص اسمه دامبرتون. فالممرضة قالت له موجود جوه. فجيمس دخل جوه وقابل دامبرتون ده وقال له كلام كده بلغة إشارة مفيش أي حد بيقدر يفهمها غير هو ودامبرتون. والعلم دامبرتون أصلا يبقى جاسوس أمريكي وعامل نفسه بريطاني، وجيمس كان عارف إنه جاسوس أمريكي عشان كده طلب منه يخليه يتواصل مع رئيس أمريكا، وعرفوا ان حاليا في اتفاقيه سريه بتحصل في ترسيم الحدود الكنديه. وقال له كمان قول لكارلس باد ان انا جيمس ديليني. فالتاني ضحك وقال له كارلس باد مين؟ فجيمس قال له رئيس الجمعيه الامريكيه للمراسلات السريه. فدامبرتون يا صديقي لما سمع الكلام ده خاف لان جيمس عارف المعلومات دي كلها ازاي، ومن شدة خوفه رفع السلاح عليه وطرده من المكان فورا. فجيمس ضحك وقام مشى من سكات. ويا صديقي انا عارف ان الكلام ده ممكن يكون مجعلص ومش مفهوم قوي، بس ده حرفيا لان دي معلومات سريه جيمس عرفها فجاه كده. على الجانب الاخر في رساله بتيجي لاخت جيمس، الرساله دي بتكون من جيمس نفسه، وبيكون مع الرساله دي الماس اللي هو يعني طلعه من الكيس. فاخته لما بتشوف الالماس بتتصدم وبتقرا رساله اخوها وبتخبي الالماس بسرعه في الخزنه بتاعتها. وعشان تبقى عارف برضه جيمس بيحب اخته جدا 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 يا صديقي، واخته برضه بتحبه، بس هي مش بتحاول تبين ده لان جوزها مش بيطيق جيمس، لان مع ظهور جيمس الاتفاق اللي كان عامله مع شركة الهند باظ والمصلحة طارت، فما ينفعش يعني تبقى مراته مبينة قوي حبها الكبير لأخوها. فبس بكده نكون يعني عرفنا ليه أخته اتصدمت لما رجع، لأنها كانت خايفة من المشاكل اللي هتحصل بينه وبين جوزها. وده الحقيقة على فكرة مش موضوعنا دلوقتي، لأن دلوقتي أخته بتلبس هدومها وبتطلع على المحكمة عشان تحضر إعلام الوراثة الخاص بأبوها. طبعا بقى أول ما هي بتوصل بتلاقي المكان زحمة جدا وفي ناس كتير قوي، والناس دول جايين هنا عشان هما ليهم فلوس عند أبو جيمس، ويفضلوا بقى يزعقوا جامد جامد جامد. المهم يعني ان سويت طلب منهم يهدوا وبدأ بقى يقرأ الوصية، واللي ما كانش فيها كلام جديد يعني، لان الكلام كله كان بيقول ان كل املاك المرحوم هتروح بقى للحاج جيمس. وعلى فكرة جوز اخت جيمس كان متضايق جدا من الكلام ده، ومش هو لوحده اللي اتضايق، ده الكل اتجننوا ان كل الموجودين هنا كانوا فاكرين ان الفلوس بتاعتهم هتكون مذكورة في الوصية. جيمس عشان يهدي الموقف ده خرج شنطة مليانة فلوس كانت معاه وطلب منهم يقفوا صف واحد واحد، كل واحد يجي ياخد الفلوس اللي ليه كانت عند أبوه بالدولار.
طبعا سمعوا كل الكلام وعملوا طابور وبدأوا ياخدوا الفلوس واحد ورا التاني. وفي اللحظة دي في بنت بتدخل المكان وبيكون معاها ورقة كده وبتقول لجيمس وبتصدمه: أنا كنت مرات أبوك واسمي هو لورنا ودي قسيمة الجواز بتاعتنا. جيمس اتصدم وخدها هو وسويت ودخلوا المكتب عشان يتأكدوا من الكلام ده. وبالفعل سويت اتأكد من القسيمة وإنها فعلا حقيقية، وعرف بقى جيمس إن لورنا مش بتكذب، وبما إنها كانت مرات أبوه فالقانون بيقول إن هي ليها حق في الميراث بالتساوي. يعني من الآخر كده قطعة الأرض هتبقى بتاعتهم هما الاتنين. الغريب إن جيمس يا صديقي ما فرقش معاه الكلام ده وقام مشى من سكات. أما سويت المحامي فراح بقى مقر الشركة وهناك قابل سترينج ومساعدينه، وطبعا قال لهم على لورنا وإن جيمس مش هيعرف يتصرف في الأرض خالص من غير موافقتها. فطبعا سترينج فرح جدا هو وكل اللي معاه إن دي فرصتهم بقى. وسترينج عرف الكل إنه خلاص ناوي يقتل جيمس عشان لورنا تورث الأرض كلها لوحدها، وساعتها هيقدروا ياخدوا منها قطعة الأرض برخص التراب. والخطة دي على فكرة بدأت تتنفذ فورا، لأن في نفس اليوم بالليل في شخص فضل مراقب جيمس وهو ماشي في الشارع وفضل ماشي وراه، وهوب هجم عليه طعنه بالسكينة في جنبه. فجيمس مسك وشقلبه على الأرض وطعنه بالسكينة، ومش كده وبس، مسك وعضه من رقبته، قاطع يا صديقي الوريد اللي في رقبته ببقه وخلص عليه خالص، وبعدها على الأرض واغمى عليه من كتر النزيف. والعلم ده هو الشخص اللي جيمس حرق له السفينة بتاعته وجه دلوقتي قال ايه عشان يقتلهم. يعني سبحان الله ما شافش السفينة بتاعته محروقة وخاف، لا جه بنفسه لقضى. تاني يوم جيمس فاق لقي نفسه عند دامبرتون في المستشفى، ودامبرتون دلوقتي بيخيط له الجرح بتاعه، وعرفوا ان كان في واحد من رجالته بيراقبه وشافه امبارح وهو بيقتل الشخص اللي كان بيحاول يقتله، وبعدها يعني ليه يغمى عليه فجابه لغايه هنا وطمنه وقال له انه خفى الجثه بتاعت الشخص اللي هو خلص عليها دي وما يخافش يعني لانه رماها عند النهر. بعدها ساله: انت عاوز تقول ايه بالظبط لكارلس باد؟ لكن جيمس يا صديقي ما رضيش يرد. فدامبرتون في اللحظه دي حب يستغل الفرصه وفضل بقى يعذب في جيمس بانه تحت ايده، وفضل يحاول يطلب منه يقول له عاوز يقول ايه لكارلس باد. لكن جيمس اصلا كان متعود على التعذيب ولا فرق معاه التعذيب نهائيا. فدامبرتون قال له: قول لي بس عاوز تقول ايه وانا معاك. فجيمس زهق بقى فقال له: عاوز اعمل احتكار لتجاره الشاي. فدامبرتون فضل يضحك. فجيمس عرفه انه مستعد يدي قطعه الارض اللي معاه حاليا لاي حد يديه حق الاحتكار لتجاره الفراء والشاي من فورت جورج لكانتون. وايوه صديقي انا عارف ان الجمله دي مجعلظه شويه، ولكن عايز اقول لك ان الكلام ده معناه ان جيمس هيبقى مسيطر على كل تجاره الشاي اللي رايحه الصين. فدامبرتون عجبه جدا تفكير جيمس وخلاص يعني خلص علاجه وسابه يقوم يمشي. طبعا جيمس عارف كده ان الشركه هي اللي عملت كده وانهم مستحيل يسيبوه في حاله من هنا ورايح، وعشان كده عمل خطه في منتهى الذكاء. راح اشترى اسلحه ليه عشان يبقى يحمي نفسه، ومش كده وبس، راح لسويت وخلاه يكتب وصيه وهي انه لو مات نصيبه في قطعه الارض تروح للحكومه الامريكيه. طبعا سويت يا صديقي بعت الوصيه دي لسترينج عشان يوري له المصيبه. وسترينج بقى هو التاني اول ما وصلته الوصيه دي وبدا يقراها كان هيتجنن، لان بسبب الوصيه دي مستحيل يسمحوا بان جيمس يموت، لا دول كمان قرروا انهم لازم من هنا ورايح يحموا جيمس عشان لو مات الارض هتروح منهم للابد. في نفس الوقت ده بقى جيمس كان راجع البيت وقعد بقى قدام المدفأة، وساعتها بدأ يتخيل ست شكلها مرعب واقفة في نص المية، وملحوظة يا صديقي الست دي تبقى أمه. مهم يعني جيمس بدأ يعمل طقوس سحرية من تاني ونفخ كده تراب في المدفأة، وقتها لقي رمز غريب منقوش على الحيطة. فضل بعدها قاعد باصص للرمز ده مدة، وفي وسط ما هو قاعد بريس دخل الأوضة، ولما شافه قاعد كده ووشه مهبب خالص وكله غبار استغرب. جيمس سأله لو إن أمه هي اللي رسمت الرمز ده قبل ما تموت بحكم يعني إن دي كانت أوضتها. فبريس معرفش يرد. فجيمس قرب منه ووراله ظهره وقال له: أنا عندي نفس الرمز ده على ظهري واترسم على ظهري لما كنت أسير في أفريقيا، وأنا متأكد إنك عارف إيه الرمز ده. لكن برضه بريس معرفش يرد يقول إيه وفضل ساكت لحد ما جيمس سابه ومشى. بتعدي الأيام بقى وجيمس بقى شغال دلوقتي في التجارة، وبقى كل همه إنه يصنع لنفسه اسم كبير جدا، وبيفضل على الوضع ده مدة لحد ما في يوم بيرجع البيت بيلاقي لورنا في انتظاره. لورنا قالت له إن على حسب القانون فنص البيت ده بتاعها هي برضه. جيمس ما اهتمش الصراحة بالكلام ده وقال لها: تعرفي بريس الخادم عاوزنا نخلص عليك. فلورنا ما خافتش برضه وعرضت عليه ان هو يعني يديلها البيت ده كله، وهي في المقابل هتتخلى عن نصيبها في قطعة الارض اللي الكل عاوزها دي. وحبت تضغط عليه يعني وقالت له ان هي عندها صندوق فيه كل رسائل ابوه وكمان معلومات ومستندات مهمة هتديها له على البيع. فجأة بقى وجيمس بيسمع الكلام ده بيرجع يا صديقي فجأة من غير اي سبب يشوف الست امه اللي شكلها مرعب جدا، وأكنها دلوقتي بتطلب منه إنه يخلي لورنا تقعد هنا في البيت. فجيمس بيسمع الكلام
وبينادي على بريس وبيطلب منه ان هو ياخد لورنا ويوديها اوضه في الدور اللي فوق. بريس بيستغرب وبيتضايق لانه كان عاوزها يعني تموت عشان ما توجعش دماغهم، لكنه بيسمع الكلام وخلاص. لورنا بتستقر معاهم في البيت. تاني يوم بقى بالليل عرفت جيمس انها يعني رايحه المسرح النهارده لانها اصلا ممثله ولازم تروح تمثل في مسرحيه النهارده. جيمس رفض وقال لها خطر عليكي تكوني لوحدك لانك نقطه ضعفي، بس لورنا نشفت دماغها واصرت انها تروح وقامت تجهز نفسها. بعد مده بتوصل بالفعل للمسرح وبتبدا المسرحيه، وعلى فكره جيمس بيروح وراه هو التاني وبيقعد مع الجمهور يحضر المسرحيه. بعد ما المسرحيه دي بتخلص لورنا بتخرج من المسرح وبتمشي في الشارع. في ست بتقف بالعربيه بتاعتها وبتقول لها انها معجبه جدا بيها وبتمثيلها وبتعرض عليها انها توصلها. لورنا بتفرح جدا وبتركب معاها العربيه. اول بقى ما العربيه بتتحرك بيهم الست دي بتبان على حقيقتها وبتقول لها انا هوديكي للدوق لانه عاوزك. لورنا بتتضايق وبتحاول انها تنزل بسرعه من العربيه، فالدوق بيقابلها وبيمسكها فبتضربه بحاجه في ايدها. بعدها يا صديقي جيمس بيظهر وبيرفع المسدس على الدوق وبيهدده وبياخد لورنا وبيمشوا هما الاتنين وسط تهديدات من الدوق بانه هيحبسها لانها عورته. تاني يوم في قوات من الحكومه جم بالفعل للبيت عشان يقبضوا على لورنا بتهمه ضرب الدوق، بس قبل ما يتم القبض عليها جيمس عرفها انهم هيحاولوا يعذبوها عشان تمضي على نصيبها في قطعه الارض، ودي كانت الخطه بتاعتهم من البدايه وللاسف هم بلعوها. بس طلب منها يعني وطلب منها انها تقاوم وتستحمل على قد ما تقدر لحد ما هو يتصرف ويخرجها من غير ما تمضي على اي اوراق. فقالت له تمام. بعدها الجنود جم وقبضوا عليها. بعد مده بتوصل السجن وبيرموها في زنزانه. في الزنزانه دي بيكون فيها اشخاص في انتظارها ومساعد ملك انجلترا بنفسه كان موجود. ورى لها بقى يا صديقي كل الاوراق، طلب منها انها يعني تمضي عليهم وهتمشي، والاوراق دي هتخليها تتنازل عن حقها في قطعه الارض ومصانع الدباغه وكل حاجه ورثتها من ديليني، وفي المقابل مش هتتحبس ولا هيتم الاعتداء عليها. طبعا لورنا كانت هتموت من الرعب، وعلى الرغم من رعبها ده قررت تثق في جيمس ورفضت تمضي. وثقتها على فكره طلعت في محلها الصراحه ان في اشخاص من شركه الهند جم وخرجوها. هتقول لي ليه الهند ساعدوا جيمس؟ اقول لك بكل بساطه لانهم مش عاوزين لورنا تبيع نصيبها للحكومه وملك انجلترا، لان لو ده حصل هما مش هيستفادوا حاجه. ركز يا صديقي، دي الشركه اللي تبع البلد بس هي مش البلد. هما مش عاوزين يبيعوها للبلد، هم عاوزين هم كشركه يستحوذوا عليها فياخدوا فلوس اكتر واكتر وحاجات زي كده. عموما في نفس الوقت ده بقى جيمس كان راح زار عالم كيميائي مجنون اسمه تشوملي واداله شويه دهب كده عشان يعني يشتغل معاه، فتشوملي وافق بدون تفكير. وتاني يوم على طول جيمس اخد تشوملي وراحوا المكان معزول في حته بعيده في نص مزرعه كده، وهناك عرف تشوملي ان المكان ده هيكون المصنع بتاعه، واخده بقى ودخل المصنع ده. وللعلم جيمس ناوي يصنع بارود وجايب تشوملي هنا عشان يساعده في الكلام ده ويصنع له البارود. بس تشوملي كان عاوز شويه طلبات عشان يقدر يصنع البارود، زي ماده اسمها ملح صخري. بس المشكله ان الملح الصخري ده مش موجود غير في مستودع شركه الهند الشرقيه، واكيد يعني مش هيرضوا يبيعوا الملح الصخري ده لجيمس عدوهم اللدود. وغير كده هم في حاله حرب اصلا ومحتاجين كل الملح الصخري عشان يصنعوا بيه بارود. لكن الكلام ده ما فرقش مع جيمس نهائيا، وعرف تشوملي انه هيجيب له الملح الصخري. بعد كده ودعه وخلاه يمشي. راح هو التاني بقى عشان يركب حصانه ويمشي، بس الحصان كان خايف من حاجه ومرضيش يتحرك. فجيمس بدأ يقلق وفضل يدور في المزرعة يمين وشمال على أي حاجة مخوفة الحصان، وهوب بدون أي مقدمات شخص ضخم بيظهر من العدم وبيهجم على جيمس وبيضربه بالرجل، بيطيره، بيرميه على الأرض، بيخرج بقى مطرقة كده كانت في جيبه وبيضرب بيها جيمس على دماغه. فجيمس بيغمى عليه وبيفضل ينزف جامد جامد من دماغه. بعد كده بقى الشخص ده بيفضل يجرجر في جيمس عشان ياخده يحطه في عربيته، لكن هو بيجرجر فيه جيمس بيفوق وبيخرج سكينه من جيبه وبيضرب بيها في رجله، بيوقعه على الارض وبيعجزه خالص وبيقطع له بعدها اوتار رجله. بعد كده بيقوم من على الارض وبيمسكه وبيساله مين اللي بعتك، بس التاني مش بيرد. فجيمس بيجيب خطافين كده يا صديقي وبيسحبه من جنابه وبيلزقه بعدها على خشبه وبيخرج سكينته وبيبدا يشرح في بطنه وبيخلص عليه. فبس جيمس بيخلص عليه وبيرجع على البيت بتاعه زي الباشا اكن مفيش اي حاجه حصلت. ولما بيرجع البيت بيلاقي في رساله جايه له من الكونتيسا ماسجروف بتدعوه بقى ان هو يعني يحضر حفله الرقص عندها في بيتها، وكمان ليه رساله تانية مرسوم فيها علم امريكا. فعلى طول جيمس فهم ان الحفله دي ليها علاقه بالامريكان، فوافق ان هو يروح الحفله دي وطلب من لورنا انها تروح معاه. لورنا على فكره فرحت جدا ووافقت بدون اي تفكير. بعد كده بقى جيمس خرج من البيت هو التاني وراح قابل هيلجا واداها فلوس وطلب منها انها تجهز نفسها لعمليه النهارده، وسابها ومشى من سكات واخد بعضه وراح لتاجر السلاح وطلب منه ان هو يجهز رجالته عشان عاوزهم في عمليه النهارده.
طبعا العملية اللي هو بيتكلم عليها دي هي عبارة عن سرقة الملح الصخري من مستودع شركة الهند الشرقية. عارفين التاجر بيوافق وبيعملوا خطة هما الاتنين، وخلاص كل حاجة بتخلص وجيمس بيرجع البيت وبيبدأ يلبس أحسن هدوم عنده عشان هيروح النهاردة الحفلة بتاعة الكونتيسا. ولونا كمان بتجهز نفسها هي التانية. بعد مدة بيوصلوا هما الاتنين للحفلة وبيدخلوا القصر، وهناك بيكون في ضيوف من صفوة المجتمع، ومن ضمن الضيوف دي هي أخت جيمس. جيمس اتصدم لما شافها موجودة، وراح اتكلم بقى معاها على انفراد وسألها بتعملي ايه هنا، وعرفت ان جوزها جات له دعوة فجت معاه. جيمس بدأ يشك ان الامريكان بيخططوا تقريبا لحاجة عشان جمعوا الاخين في مكان واحد. وفجأة دامبرتون يا صديقي بيدخل عليهم هما الاتنين، فاخت جيمس مشيت وسابتهم لوحدهم. دامبرتون بقى قال لجيمس انا عرفت انك شرحت القاتل اللي احنا بعتناه عشان يخلص عليك، بس ده مش موضوعنا لان كارل سباد مستنيك جوه زي ما انت طلبت. وسابه ومشى. من هنا بنعرف ان كارل سباد ده تبقى واحدة ست اصلا، وكمان بنعرف ان الامريكان هم اللي بعتوا القاتل اللي كان هيقتل جيمس الصبح. هم عاوزين يقتلوا جيمس لان زي ما تفتكر برضو احنا قلنا ان جيمس معاه وصية دلوقتي بتقول ان هو لو مات الامريكان هياخدوا نصيبه في قطعة الارض. عموما جيمس بيدخل الحفلة من تاني، وكارل سباد بتكشف عن نفسها وبتمسكه من ايده كده، وعلى فكرة كارل سباد تبقى هي الكونتيسا. المهم انها عشان بقى تقدر تتكلم مع جيمس بتخليه يشارك معاها في لعبة كده بتاعة الاختفاء، وبيدخلوا هما الاتنين الدولاب السحري وبيبدأوا يتكلموا مع بعض عشان محدش يسمعهم. سألته لو انه فعلا عاوز يحتكر صناعة وتجارة الشاي، لان ده طلب صعب جدا ان هو يحصل. فهددها وعرفها انه هيتواصل مع السفارة في باريس وهيعرفهم ان هي خاينة. فجابت ورا وسكتت وخرجت من الدولاب. بعد كده جيمس يا صديقي خرج هو التاني، وجوز اخته شافه فاتجنن، وغير كده هو كان سكران خالص وفضل يقول كلام كله عبط. فجيمس ضربه واخده رماه بره الحفله خالص. كل الضيوف خرجوا يبصوا على جيمس وهو عمال يبهدل جوز اخته، حتى اخته نفسها خرجت تتفرج. فجوزها اتهور وتحدى جيمس في مبارزه حتى الموت، وجيمس قبل التحدي. بالتزامن بقى مع كل اللي حصل ده، عمليه السرقه كانت بدات، وبنشوف حاليا رجاله التاجر بيقتحموا المستودع وبيخلصوا على الحراس واحد ورا التاني، وكمان بنات هيلجا كانوا بيساعدوهم وبيلهوا الحراس وغيره. والخطه بتمشي يا صديقي تمام التمام، وبيتم تفجير باب المستودع ورجاله التاجر بيدخلوا وبيبداوا ينقلوا شكاير الملح الصخري في العربيه بتاعتهم وبيهربوا بعدها من المكان. ولو هتقول لي بنات هيلجا بيساعدوا ليه، اقول لك لان حرفيا جيمس ضم هيلجا ببناتها معاه. تاني يوم بقى جيمس وجوز اخته راحوا هما الاتنين الغابة عشان المبارزة المتفق عليها، ومفروض يعني ان كل واحد كان معاه مرافق يجهز له سلاحه وكده. بس جيمس ما كانش معاه حد، لكن يعني لورنا بتيجي دلوقتي وبتبقى المرافقة بتاعته، وهو وقتها الصراحة بيفرح. المهم ان الاستعدادات بتخلص وكل واحد منهم بيمسك سلاحه وبيقف في المكان بتاعه. بعد كده حكم المبارزة بيرمي المنديل وبيبدأ المبارزة. الاتنين بيقربوا من بعض واحدة واحدة، وهوب جوز اخته بيضربه برصاصه، بس الغريب ان الرصاصه بتطلع في شنك مش بتيجي في جيمس اصلا. فجوز اخته اتصدم وخلاص جهز نفسه للموت. فجيمس قرب منه وقال له المساعد بتاعك شكله شغال في الشركه، وعشان كده حط لك رصاص في شنك عشان ما تعرفش تقتلني. وراح جاي يا صديقي قتل المساعد بتاع جوز اخته بالمسدس واخد بعضه ومشى. وركز ركز، الشركة هنا مش عاوزة جيمس يموت عشان الوصية اللي كان كاتبها اللي بتخلي الأرض بتاعته تروح لأمريكا. ركز. بس جوز أخته بيكون مش مصدق نفسه الصراحة من اللي حصل ده كله، وإنه ما ماتش وفي نفس الوقت اتخن فبالتالي بيمشي بعدها وبيرجع البيت من سكات. هو بقى مراته شافته بدأت تقلق شوية على أخوها، لأن وجود ده معناه إن أخوها مات. لكنها يعني عملت نفسها فرحانة إن جوزها رجع البيت. بس الكلام ده ما أكلش مع جوزها، وقال لها وهو بيعيط لو أنا كنت مت كنت هتفرحي قوي صح؟ فمراته زعلت وما عرفتش ترد. في نفس الوقت ده بقى الحكومة كانت قلبة الدنيا وبتفتش كل مكان على الملح الصخري اللي اتسرق منهم، وحرفيا كانوا قلبين المينا كلها. بس كده مستحيل يلاقوا حاجة، لأن الملح الصخري في الوقت ده كان وصل المزرعة عند تشوملي. وتشوملي حاليا كان خلاص بدأ يشتغل فيه ويصنع البارود، وجيمس طبعا كان واقف معاه وبيطمن على الملح الصخري بنفسه. وبعد ما بيطمن وبيخلص كل حاجة بيعدي على العجوز اللي المفروض يعني مهمته يحرس المزرعة. والعجوز على فكرة مربي طفل صغير كده، وده مش موضوعنا لأن جيمس خوفه هو والعجوز وعرفهم إن لو أي حد عرف إن الملح الصخري هنا هيموتهم كلهم. ومش كده وبس، أخد الطفل ده وراح اداه لتشوملي وطلب منه إن هو يخليه يساعده في صناعة البارود، وسابه ومشى من سكات. بعد كده راح للتاجر والرجالة بتوعه اللي سرقوا الملح الصخري وقال لهم أنا سمعت إن الشركة عارضة 10 يورو لكل شخص هيقول معلومات عن الملح الصخري صح؟ بس سمعت برضو ان في واحد منكم طمع وقرر يعترف عشان ال10 يورو دول.
فالشخص اللي عمل كده هقطع له صباعه. وهو بدون مقدمات راح قطع صباع واحد منهم، وده لان الشخص ده المفروض انه هو الخاين. جيمس قطع صباعه واخده في جيبه ومشى بكل شياكة. بعدها طلع على هيلجا والبنات بتوعها وقال لهم ان الشركة عارفة ان كان في ستات اشتركوا في عملية السرقة، فلو حد من الشركة جه هنا وسأل او حاول يطمعكم بفلوس محدش يقول لهم اي حاجة. ورا لهم بعد كده صباع الخاين عشان يعني يخافوا، وكمان ورا لهم قطعة ماس عشان يطمعهم ويضمن ان محدش فيهم هيعترف. بعد كده بقى رجع البيت، ولما رجع لقي لورنا جابت له الصندوق اللي فيه اوراق ابوه. فجيمس مهتمش بالاوراق دي كلها وكان قاعد يحرق فيهم ويرميهم في الولاعة. فلورنا استغربت قوي من اللي بيعمله وسالته ليه بتعمل كده. فقال لها ان ابوه كان كذاب واشترى امه من قبيلة نوتكا، ولما امي رفضت انها تلعب دور كونتيسة ايطاليا قلب عليها وبعتها هي وانا لمصحة عقلية. لورنا الكلام ده اثر فيها جدا وخلاها تزعل وتعيط وما قدرتش تستحمل الصراحة الكلام، وسابت جيمس ومشيت بحيث تطلع اوضتها. تاني يوم دامبرتون بعت لجيمس عشان يعني يروح يقابله ضروري. جيمس استغرب من كده ومضيعش وقت وراح على طول المستشفى اللي عند دامبرتون وقابله. سأله بقى عاوز مني ايه، فعرفوا ان قوات الحصار الامريكية محتاجين بارود. جيمس قال له ما عنديش بارود. فدامبرتون صدمه وقال له انا عارف انك بتصنع بارود دلوقتي وفي المزرعة، وعادي جدا ممكن ابعت قوات يسرقوا كل البارود والملح الصخري اللي عندك، وانت محظوظ لان الجاسوس قال لنا احنا وما قالش للشركة. فمن الاخر كده البارود يكون عندي في خلال 10 ايام وهشتريه منك، وماليش فيه اتشقلب واصنع البارود في المدة دي واعمل لي الكمية اللي انا محتاجها، واللي تشاملي اللي يعني بيصنع لك البارود يستخدم الطريقة الفرنسية وهو هيفهم وهيصنع كمية اعلى بكتير. جيمس استغرب ان هم عرفوا كل المعلومات دي بسرعة وما كانش فاهم ايه موضوع الطريقة الفرنسية دي، بس عموما ما اتكلمش وسابه ومشى. بعد شوية وصل المزرعة وقابل تشاملي وقال له على كل اللي قاله يعني والطريقة الفرنسية وكده. فتشاملي عرفه ان الطريقة دي سريعة وسريعة جدا لكنها خطر جدا وممكن فجأة يحصل انفجار في اي لحظة. وتشاملي يا صديقي خاف ان هو ينفذ الطريقة دي، فجيمس رعبه وعرفه ان لو البارود ده ما بقاش جاهز في خلال 10 ايام الامريكان هيعدموهم هما الاتنين. فتشاملي ما بقاش عنده اي خيار تاني غير انه يوافق يستخدم الطريقة الخطيرة لانه جده ميت وجده ميت فهيخاف مني. على الجانب الاخر بقى بنشوف شخص من منظمة العدل اسمه شيستر قاعد حاليا في المكتب مع نائب الملك. وشيستر بقاله كتير جدا اكتر من 9 سنين تقريبا بيبعت لنائب الملك عشان يقدر يقابله، لحد ما اخيرا وافق اهو ان هو يقابله وقاعد معاه. شيستر بقى بدأ يتكلم وعرفه انه كان عاوز يقابله من زمان عشان يعني من سنين في سفينة عبيد غرقت وكان فيها 280 روح، اطفال ونساء ورجال كلهم ماتوا، وهو كان عاوز يعني تفويض ملكي عشان يقدر يفتح تحقيق ويحاسب المسؤولين عن غرق السفينة دي، لأنه عارف ومتأكد إن في شخص هنا صاحب نفوذ عالية جدا هو السبب في غرق السفينة، لأن في ناس كتيرة جدا هنا كانوا بيتاجروا في العبيد زمان بهدف مكاسب شخصية. النائب وقتها لما سمع الكلام ده وافق واداله تفويض عشان يفتح تحقيق في الكلام ده. العبرة بقى ان بعد فتره من الكلام ده كله بيوصل كل اللي حصل ده لسترينج، فبيترعب لانه هو كمان متورط في القضيه دي، ومسك بقى واحد من مساعدينه وطلب منه يتصرف ويشوف اي حل مع فرع الشركه اللي في افريقيا. فالمساعد كان مرعوب اصلا من خوف سترينج ده وقال له حاضر. في نفس اليوم بقى في بيت اخت جيمس بنشوف جوزها جاب لها قص وبيكون باين عليها الصراحه انه ضربها جامد، وبيعرفها انه جاب لها القص ده عشان يطرد الشيطان اللي اخوها جيمس مسلطه عليهم. طبعا هي بتستغرب من الخرافات دي وبتزقه، لكنه بيمسكها وبيكتفها بالعافيه وبيربطها في الارض وبيخلي القس يعمل طقوسه عليها، وحرفيا يا صديقي بتتبهدل اخر بهدله. ومن هنا تقدر تقول انها تماما اتغيرت 180 درجه، وهنعرف التغير ده هيخليها تعمل ايه، بس استنى شويه لقدام. حاليا بقى هنرجع لجيمس بنلاقيه واقف في البيت بتاعه بيبص من الشباك. فبريس جه وبدا يتكلم معاه وقال له تعرف انت زي ابوك بالظبط. جيمس قال له ابويا هو اللي جنن امي وهو السبب في موت امي. فبريس استغرب جدا من الكلام ده وقال له انت ظالم ابوك، وصدمه وقال له امك وانت صغير خدتك للنهر عشان تغرقك، وعشان كده ابوك وداها للمصحه عشان يحميك. جيمس يا صديقي رفض يصدق الكلام ده تماما. فبريس زهق منه يعني ان هو مش عاوز يقتنع وسابه ومشى. بتعدي الايام اكتر واكتر واكتر، وبنلاقي دلوقتي تشوملي شغال في المصنع زي ما هو وبيصنع البارود، وما كانش شغال لوحده، لا ده كان معاه اشخاص بيساعدوه شغالين ليل نهار لدرجه انهم كانوا بيناموا وهم شغالين، وبيفضلوا بقى شغالين كده الايام بنفس الشكل ده لحد ما البارود بيجهز بنجاح وبيتحط في توابيت عشان يتم نقله.
جيمس بقى بيطبع أوراق وبيحطها على التوابيت دي، وبيكتب عليها إن اللي في التوابيت أموات عندهم مرض الكوليرا، بحيث يعني لو في جندي كده ولا كده حب إن هو يفتش ويفتح التوابيت يخاف من العدوى. وبالفعل بيتحركوا بقى بالعربيات وبيقابلوا في السكة نقطة تفتيش، فجيمس بيقول للجنود إن معاهم أموات بالكوليرا. بس واحد من الجنود ما صدقش الصراحة وحب يتأكد بنفسه وفتح تابوت عشان يبص فيه. وجيمس على فكرة كان عامل حسابه ومخلي الولد اللي كان شغال معاه ده ينام في التابوت على أساس إنه يعني ميت. فالجندي لما شافه اترعب ونط فورا بعيد خالص عن التابوت لأنه خاف لحسن يتهدي، وعلى طول خلاهم يعدوا بكل العربيات ويمشوا من هنا بسرعة. والخطة بتنجح الحمد لله، وبعد شوية العربيات بتوصل للمكان المتفق عليه. دامبلتون طبعا كان في انتظارهم وبيستلم البارود وبيكون فرحان جدا، وبيوعد جيمس انه يعني هيصيطوا عند رئيس امريكا. فجيمس طلب منه يعني ان هو يخليه يأمن له الطريق عشان يقدر يعدي بالسفينة بتاعته وسط الحصار الامريكي. فدامبلتون قال له تمام، وخلاص الصفقة بتتم وكل واحد بيروح لحاله وجيمس بيرجع بيته بأمان من تاني. في نفس اللحظة دي بقى بنشوف ان اخت جيمس بتبص على جوزها وهو نايم، وحرفيا كانت جابت اخرها منه بسبب البهدله اللي اتبهدلتها على ايده، وغير كده هي بتكرهه لانه بيكره اخوها. فاستغلت الفرصه وخلته نايم ومسكت ابره كبيره وقربت منه وراحت طعنته بيها في كليته وخلصت عليه تماما. وبعد ما اتاكدت يعني انه مات خلاص اخدت بعضها وسابت البيت ومشيت راحت عند اخوها. جيمس بقى فتح لها الباب واستغرب لما شافها جايه بالليل وهي هتموت من الفرحه، فسالها عملت ايه، فعرفته انها قتلت جوزها. فجيمس اتصدم من كده وقعد بقى ولع لها المدفأة وعرفها يعني انه هيروح يخلص من الجثة دي عشان ما تحصلهاش مشاكل، وطلب منها انها تجهز نفسها عشان بعد ما يخلص من الجثة هترجع بيتها من تاني ولا كأن حصل حاجة. زعلت وسألته ليه، فعرفها انها يعني لازم ترجع عشان ما حدش يشك فيها وسابها ومشى. العبرة هنا ان جيمس بعت جثة جوز اخته لدامبرتون عشان يساعده في التغطية، وبالفعل دامبرتون ساعده وحدد ان سبب الوفاة هي مرض الكوليرا. وخلاص الحوار بيعدي وبيتعمل له جنازة كمان، وجيمس واخته بيحضروا الجنازة عادي جدا وكأن مفيش اي حاجة حصلت، ولحد هنا ما كانش فيه مشاكل. المشكلة اللي بقى حصلت ان في نفس الوقت ده في مقر الشركة سترينج بيعرف معلومات مهمة جدا عن جيمس، وبيجمع بقى كل مساعدينه وبيقول لهم ان امبارح في مزارع راح اعترف لكاهن في الكنيسة انه سمح للشيطان جيمس يدخل حياته وحكى للكاهن كل حاجة. والمزارع ده يا صديقي هو المزارع اللي كان مربي الطفل. وعلى فكرة هو ما كانش يقصد ان الشركة تعرف، هو بس حس بالذنب تجاه دولته وانه يعني باعوا بارود لامريكا الدولة المعادية، وبالتالي هو راح اعترف للكاهن، والكاهن ده طلع تبع الشركة وجه بقى عرف سترينج كل حاجة. كل الموجودين يا صديقي فرحوا بالمعلومات دي الا شخص واحد بس اترعب. الشخص ده اسمه جودفري، وجودفري ده يبقى جاسوس لجيمس اصلا وبينقل له كل الاخبار. فلما عرف بالمعلومات دي خلص الاجتماع وجري بأقصى سرعة وراح لجيمس وقال له إن المزارع خانه واعترف عليه، وحاليا الشركة عارفين مكان المصنع بتاعك. جيمس اتصدم لكنه طمن جودفري وقال له امشي انت دلوقتي انا هتصرف، وبسرعة ركب الحصان بتاعه واتجه ناحية المزرعة. واول ما وصل طلب من شوملي ان هو يجهز البارود عشان هينقلوا كل حاجة من المزرعة قبل ما الجنود يوصلوا. فتشوملي صدمه وعرفه ان البارود مش جاهز للنقل لانه غير مستقر وممكن يفرقع اثناء عملية النقل دلوقتي. فجيمس قال له مفيش اي حل، لازم ننقل كل حاجه من هنا حالا. وبعدها على طول اداله لسان في ايده ومشى. ايوه يا صديقي اللسان بجد لسان بني ادم، ده لسان المزارع اللي حرفيا جيمس قبل ما يروح المزرعه قطع له لسانه. المهم في خلال مده بسيطه كل البارود كان اتنقل في قوارب صغيره، فالجنود لما جم ما لقيوش اي حاجه. طبعا سترينج لما عرف ان الجنود ما لقيوش اي حاجه اتجنن وقرر بقى ان هو ينتقم من جيمس بطريقته. تاني يوم بعت المساعد بتاعه لجيمس في المينا وقال له ان الحرب بدأت ومشى من سكات. ويا دوبك هو مشى من هنا السفينة بتاعت جيمس اتفجرت وغرقت خالص. فجيمس اتجنن لان من غير سفينة مش هيقدر يهرب من انجلترا او يعمل اي حاجة، فزعل جدا وطول اليوم فضل غرقان في اكتئاب. وراح على فكرة الكازينو بتاع هيلجا وفضل هناك والعياذ بالله يسكر، وكان يائس جدا لدرجة انه طلب من هيلجا تشوف له سفينة. وطبعا يعني هيلجا قالت له انها ما تعرفش تعمل كده. فضل بقى يكسر في الكازينو زي المجنون واخد ازازة كده وطلع يسكر بره قدام البحر. فوينتر جات وحاولت انها تواسيه، بس جيمس نزل المية وقال لها امشي دلوقتي الاحسن ليكي انك تمشي، لكنها رفضت وفضلت قاعدة. وبيفضل بقى جيمس يسكر ويسكر ومش بيفوق غير تاني يوم بيلاقي نفسه نايم في الطينة، والصدمة انه بيلاقي وينتر مرمية جنبه ومقتولة وسايحة في دمها. جيمس بيتصدم صدمة عمره لانه مش فاكر ايه اللي حصل بالظبط، ولكن بدأ يشك في نفسه وانه غصب عنه من غير ما ياخد باله قتلها.
بعد الصدمة اللي حصلت دي الكل بيعرف بجريمة القتل وبيتم عمل جنازة لوينتر، وأمها هيلجا بتحضر الجنازة وبتكون هتموت من الزعل على بنتها، وجيمس هو التاني بيكون زعلان لأنه برضه مش فاهم إيه اللي حصل. لورنا وقتها جات له وهو قاعد في وسط حزنه وقالت له أكيد مش أنت اللي قتلتها لأنك كنت لطيف دايما معاها، وهي حتى اللي قالت لي إنك دايما كنت طيب معاها. فجيمس ما ردش عليها وسابها ومشى. أول ما مشى بقى لورنا أخدت بالها من طفل صغير واقف في مكان كده قريب وعمال يلف ويلعب، فلورنا راحت سألته لو إنه يعرف وينتر، فالطفل ده خاف وهرب. وهنعرف ليه قدام هو خاف أصلا وهرب. وللعلم هي هيلجا فاكرة إن جيمس هو اللي قتل بنتها لأنها ما عرفتش تساعده في حوار السفينة. بس عموما بعد مدة الدنيا بتليل وجيمس بيرجع البيت، وفي الوقت ده تشستر جاله البيت عنده، فجيمس دخله البيت وسأله عاوز إيه. فشستر عرفه إنه حاليا بيحقق في حادثة سفينة العبيد اللي غرقت، وعرفه إنه عارف إنه كان على السفينة دي وإنه هو الوحيد اللي نجا من الغرق وقتها. ومش كده وبس، شستر قال له انت كنت عبد زيك زيهم، وفجأة في يوم من الايام انت سرقت الالماس ورجعت هنا. بعد كده طلب من جيمس ان هو يكتب رسالة فيها اعتراف بكل اللي حصل في السفينة، ويحمل المسؤولية كلها لسترينج لان السفينة دي كانت بتاعته والعبيد اللي فيها كانوا رايحين مزرعة بتاعت اخوه. حاول يضغط على جيمس اكتر واكتر عشان يوافق، واكد له انه لو اعترف بكل حاجة لجنة التحقيق الملكية هتقدم له العفو على كل جرائمه. جيمس قال له لا، انا عندي اقتراح احسن بكتير، والصراحة ما بنعرفش ايه الاقتراح ده بس اكيد هنعرف قدام. تاني يوم بقى جيمس نزل المينا، فاول ما هيلجا شافته ضربت عليه نار لان زي ما قلت لك هي فاكرة ان هو اللي قتل بنتها. وحقيقة جيمس عذرها وما عملهاش اي حاجة، واخد بعضه ولف وبعد بعيد عنها خالص من سكات. راح المكتب بتاعه اللي في المرسى، وفي الوقت ده اخته جات له المكتب وطلبت منه يخليها تهرب معاه من هنا، بس جيمس رفض رفضا قاطع لانه مش عاوزها تتبهدل، وشايف ان الاحسن ليها انها تفضل عايشه هنا في بيت جوزها، وكمان ادالها حته الماس عشان تبقى تبيعها وتتصرف بيها. لكنها ما عجبهاش الكلام ده وفضلت تعيط وزعلت جدا ومشيت. بعد شويه رجع جيمس البيت، لكنه لاحظ ان بريس مش موجود ومختفي بقاله فتره. فلورنا والطفل اللي كانوا في المزرعه قالوا له انه موجود في اوضته. يا صديقي، ما نسيت اقول لك ان جيمس قرر يربي الطفل هنا ويخليه يقعد عنده في البيت. عموما جيمس بيطلع بقى لبريس في الاوضه بتاعته وبيفضل ينادي عليه لحد ما بريس بيخرج من الاوضه وبيطلع يتكلم معاه وهو بيعيط. جيمس قال له انت كنت بتشتري دايما سم فران، وعلى الرغم من كده البيت مليان فران. فبريس انهار يا صديقي من العياط وقرر يقول الحقيقه. قال له ان هو اللي موت ابوه بالسم لان ابوه كان بيتعذب في اخر فتره وكان بيحرق في نفسه وبيتألم، وعشان كده هو قتله عشان ينهي معاناته. جيمس صديقي كان عارف ان بريس مش بيكذب وانه بيتكلم بجد، وفعلا هو عمل كده عشان ينهي معاناة ابوه لانهم صحاب. فجيمس ما رضيش يقتله او يعمل له اي حاجه، وقال له انزل تحت ساعد لورنا في الاكل. وبريس اتصدم من كلامه ده بس فرح لان ده معناه ان جيمس سامحه. على الجانب الاخر في مقر الشركه بنلاقي هيلجا وبنت تانية واقفين بيتكلموا مع سترينج واعترفوا له بكل حاجه بان جيمس بيصنع بارود وبيبيعه لامريكا و ومش كده وبس، هيلجا عرفته انها مستعده تعترف بكل حاجه قدام المحكمه. فسترينج فرح جدا بالكلام ده لان معنى كلامهم ده ان جيمس خاين للوطن وعقوبته هي الاعدام. فقبض على هيلجا والبنت اللي معاها لحد ما المحكمه يعني تتم. طبعا يا صديقي جودفري كان قاعد وسمع كل الكلام ده واتجنن، وبسرعه بقى طلع يجري من المقر زي المجنون وراح قابل جيمس وقال له على كل الكلام ده. فجيمس قال له عارف، وطلب منه ان هو يعني يجهز له نفسه عشان هيخليه يقابل حد. فجودفري استغرب من كده لكنه ركب مع الحصان عشان يروحوا يقابلوا الحد ده. بعد فتره راحوا هما الاتنين للحد اللي يعني عايزين يقابلوه، واللي بيطلع شيستر طلب من جودفري ان هو يعترف بانه وهو شغال في الشركه حصل تغطيه على الحادثه بتاعت غرق سفينه العبيد. بس جودفري كان مرعوب ورفض ان هو يقول اي حاجه. فجيمس كلمه على انفراد وقال له ما تخافش، بعد ما تعمل كده هاخدك معايا للسفينه اللي ناوي اهرب فيها وهنهرب كلنا من هنا. وطمنه بعدها وطلب منه ان هو يضحك على تشستر ويقول له انه هيشهد، بس في الحقيقه هو هيشهد وهيهرب معاه على السفينه. فجودفري اطمن من الكلام ده وافق عليه، وخرج بعد كده مع جيمس وقال لتشستر انه موافق انه هيعترف على الشركه وسترينج. فتشستر فرح واخد بعضه ومشى. بالتزامن مع اللي بيحصل ده سترينج كان راح بقى القصر الملكي وقابل نائب الملك وقال له على الخيانه العظمى بتاعت جيمس وان عقوبه الخيانه هي الاعدام ومصادره كل املاكه. ومش كده وبس، لا كمان اي حد قريبه هيعتبر فاسد زيه وهيتم القبض عليه. وطبعا يا صديقي سترينج عمل كده لانه حس انه مش هيعرف ياخد اي حاجه، فقرر يخلي الملك ياخد قطعه الارض وبالقانون، وفي المقابل هيحتكر تجاره الشاي هو. وده على فكره كان الاتفاق، والنائب وافق عادي جدا وسترينج اتبسط على الاخر خالص.
بعد مدة الجنود بيقبضوا على جيمس بتهمة الخيانة العظمى، وبياخدوه وبيرموه في السجن وبينزلوا فيه تعذيب وضرب. ونائب الملك جاله وقتها بنفسه وعرفه انه هيشرف بنفسه على عملية التعذيب دي، وطلب من جيمس ان هو يقول مين هم الشركاء بتوعه اللي ساعدوه في صنع البارود. فجيمس قال له بكل برود ان الاشخاص اللي ساعدوه لما يعرفوا انه اتقبض عليه هيهربوا من انجلترا كلها. وعرض على النائب يعني انه يخليه يقابل سترينج، وساعتها هيقول له على مكان الامريكان اللي هو سلمهم البارود. فالكلام ده ما عجبش النائب الصراحة، وقرر يعذب في جيمس عشان يعترف ويقول كل حاجة. حرفيا جيمس كان بيتعرض لعذاب قاسي جدا، لكنه كان سندال وما كانش مهتم ولا راضي يعترف مهما اتعذب. وده لانه متعود على التعذيب القاسي، لانه كان بيتعذب لما كان عبد ولما كان اسير في افريقيا، فاستحمل كل التعذيب ده. والنائب اخر ما زهق خالص راح للملك وقال له ان جيمس مش عاوز يعترف. فالملك طلب منه ان هو يعني يخليه يقابل سترينج عشان يقول لهم على مكان الامريكان. فبناء عليه تاني يوم في جنود بيروحوا مقر الشركه مخصوص وبياخدوا سترينج وبيطلعوا بيه على السجن، وجيمس بيكون في انتظاره هناك. فسترينج بيروح يقعد قدامه. جيمس وقتها عرفه انه دلوقتي بيكتب تقرير عن كل اللي حصل في السفينه بتاعت العبيد، وهيسلم التقرير ده لتشستر. ومش كده وبس، عرفه كمان ان جودفري بيكتب تقرير هو التاني، فلو عاوز ينقذ نفسه بقى والتقرير ده ما يروحش لحد ويخلي جودفري ما يسلمش التقرير هو كمان، لازم يوفر له سفينه. فسترينج رفض يعمل كده، فجيمس قال له انت حر، انا هكتب ان السفينه اللي كانت محمله عبيد وعليها العلم الامريكي كانت بتاعتك، ودي خيانه اكبر من خيانتي. وانا هسلم التقرير ده، وجودفري هيسلم التقرير هو التاني، واللي هيكون موضح فيه ازاي انت خبيت ان السفينه دي اصلا بتاعتك. فانت معاك مهله 4 ساعات وتكون السفينه جاهزه وانا فيها، والا هتتسجن. حرفيا سترينج يا صديقي اترعب ووافق زي الكلب على مطالب جيمس. العبرة بقى ان جيمس كان مجهز كل حاجة ومتفق مع الطفل ومسلمه اوراق، وطلب منه ان هو يبقى يسلم كل ورقة من الاوراق دي لشخص معين. يعني الطفل لما خد منه الورق ده راح سلم ورقة لبريس، وسلم ورقة تانية لتشوملي، وورقة تالتة للتاجر صاحب جيمس. في نفس اللحظة دي سترينج كان رجع مقر الشركة وبدأ ينفذ في أول طلبات جيمس، وبعت المساعد بتاعه يروح يخرج هيلجا والبنت اللي معاها عشان يسلمهم للتاجر. وبالفعل بيعمل كده وبيركبوا العربية وبيتحركوا. بعد مدة بيوصلوا للمكان المتفق عليه وبيقابلوا التاجر، فالتاجر بيخرج مسدسه وبيقتل مساعد سترينج وبياخد هيلجا والبنت وبيمشوا. بعد فترة التاجر بيقف بالعربية وبينزل هيلجا والبنت وبيسلمهم للورنا، ولورنا بتركبهم العربية معاه. وفي اللحظة دي لورنا بيكون معاها الطفل الصغير اللي هرب منها لو تفتكر يوم موت وينتر. والطفل ده قال لهيلجا ان يوم موت وينتر هو شافها نايمة بره جنب جيمس، فهم نايمين في شخص نزل من العربية وقتل وينتر وهي نايمة، والشخص ده كان راكب عربية زي عربيات الشركة. هيلجا اتصدمت انها عرفت انها كانت ظالمة جيمس وهم لبسوها التهمة دي عشان هي تقتله. المهم يا صديقي، المطلب الاولاني لجيمس اتحقق، وعلى طول سترينج بدأ تنفيذ المطلب اللي بعده، وبدأ يوفر سفينة واكل كمان يكفي 15 شخص لمدة شهرين. حاليا بقى جيمس المفروض ان هو يعني ينفذ وعده ويقول لنائب على الامريكان. فدلوقتي جيمس بيكون قاعد عشان يعترف بكل حاجة، لكنه بيتجنن وبيفضل يتكلم بلغة غريبة. فالنائب اتجنن عليه وفضل يزعق له. فجيمس قال له انا كنت بكذب عليك، وفي خلال مدة صغيرة كل المساعدين بتوعي والاوراق اللي كانت بتثبت خيانتي هتكون اختفت من انجلترا كلها. النائب اتجنن اكتر لانه عرف انه اتضحك عليه، وجيمس استغله احسن استغلال. وبالفعل بعد مدة جيمس بيخرج من السجن لان ما عادش فيه دليل على خيانته، واول ما بيخرج بيلاقي الطفل اللي شغال معاه مستنيه بره، فبيديله بقى الورقة اللي كتبها في السجن اللي فيها كل فضايح سترينج. فالطفل بياخد الورقة دي وبيطلع جري، وبيفضل يجري لحد ما بيوصل للمكتب بتاع تشستر وبيسلمه الرسالة. على الجانب الآخر جيمس كان رجع خلاص البيت بتاعه، وأول ما دخل البيت لقى رسالة من أخته، فقعد يقرأ الرسالة دي وكان مصدوم من المكتوب. أخته عرفته إنها زهقت من حياتها وهتقتل نفسها وهترمي نفسها في النار. جيمس بينهار من العياط على أخته لأنه عارف إنها كده أكيد قتلت نفسها، وبدأ يحس بالذنب إنها كانت عاوزة تهرب معاه وهو اللي كان رافض. في وسط زعله ده لورنا جات له وقالت له يلا بينا لازم نتحرك من هنا لأن كل حاجة جهزت والرجالة في انتظارك في المينا. جيمس كان عمال يعيط زي ما هو ومكتئب خالص على أخته. فلورنا شافت الرسالة وبدأت تقراها، وزعلت هي التانية لما عرفت إن أخت جيمس ماتت. قعدت جنبه وحاولت تواسيه شوية، وبدأت بعدها تفوقه بالكلام وقالت له إن كل أصحابه اللي اتخلوا عن حياتهم عشان يهربوا معاه مستنيينه في المينا ما يضيعش حياتهم هدر، ولو اتأخر كلهم هيموتوا. الكلام ده أثر في جيمس الصراحة، وفاهم اللي هو فيه وقام بقى عشان يهرب ويروح للرجالة اللي مستنيينه. في الأثناء دي في المينا السفينة كانت وصلت خلاص، والتاجر وباقي الرجالة بدأوا يجهزوا نفسهم. وللعلم مساعد سترينج اللي وصل السفينة للمينا اتقتل على ايد واحد من رجالة التاجر.
وبعد شوية جيمس كان وصل هو كمان للمينا وبدأ يجهز نفسه هو والباقي عشان يهربوا خلاص من إنجلترا. لكن جيمس قبل ما يتحرك بالسفينة خاف على بريس أحسن ما يستحملش الرحلة الطويلة دي، فطلب منه يرجع البيت ويستقر فيها. فبريس فضل يعيط لكنه يعني سمع الكلام وأخد بعضه ومشى. فجأة بقى في وسط اللي بيحصل ده ملك إنجلترا اتجنن وقرر إن هو يخلص من جيمس وكل اللي معاه، وراح جاي باعت جنود للمينا. بس جيمس واللي معاه كانوا مستعدين وبدأت حرب طاحنة منهم، وضرب النار بقى في كل مكان وكله بيقتل في كله، وفي جنود كتير ماتوا. وللأسف هيلجا أخدت رصاصة وماتت هي التانية، ولورنا على فكرة هي التانية خدت رصاصة في كتفها. والأحزان ما وقفتش لحد هنا لأن تشوملي أخد طلقة بندقية ومات هو كمان. والخبر المفرح الوحيد إن جيمس والباقي قدروا يركبوا السفينة وهربوا من المينا بسلام. ومش ده الخبر المفرح الوحيد، إن جيمس قبل ما يهرب كان سايب قنبلة لسترينج، وسترينج أول ما فتحها انفجرت في وشه ومات الحمد لله وراح في 60 داهية. وحكاية الشركة ما وقفتش لحد هنا لأن كل المستندات والفضايح بتاعتهم بقت في تشيستر دلوقتي، يعني خلاص نهايتهم قربت. وفي النهاية جيمس يا صديقي نجح في الهروب من إنجلترا بالسفينة اللي فيها أكتر من 60 برميل بارود. رايحين فين؟ رايحين مكان اسمه بونتا ديلجادا في أزوريس عشان يقابلوا هناك شخص اسمه كولونيد. مين كولونيد والناس دي؟ ما نعرفش الصراحة، جايز كانوا عاوزين يعملوا موسم تاني، بس للأسف المسلسل تم وقف إنتاج الموسم التاني بتاعه. يعني للأسف الحكاية يا صديقي هرب خلاص الحاج جيمس وعرفنا إن هو تمام ومعاه بارود ومعاه فلوس ومعاه ناس بس هو كان رايح فين وناوي يعمل إيه؟ للأسف الجزء ده مش هنعرفه لأن المسلسل بيخلص على هنا. وبس كده، سلام.